تقدروا توصلوا كل اللي حاسين بيه من غير كلام؟ كل دي تعبيرات لو جينا نعبر عنها بالكلام حتى لو بنتواصل مع بعض بنفس اللغة. مش بس كده، في حاجات كتير حوالينا زي الشمس والبرق والرعد والمطر، حاجات كتير لو حاولنا ندور على معانيها بالكلام في كل اللغات ممكن يضيع عمرنا كله في رحلة البحث دي. وده اللي ألهم شيجاتاكا كوريتا الفنان الياباني سنة 99 إنه يصمم اللغة الأسهل والأسرع انتشاراً على الإطلاق. 176 رمز لتفاصيل كتير في الحياة حوالينا. أول حاجة عملتها حلت معضلة اللغة ومشكلة التعبير عن المشاعر، ومن هنا خرجت كلمة إيموجي اللي بالياباني عبارة عن كلمتين، إي يعني صورة وموجي يعني رمز أو حرف، ودخلت قاموس أكسفورد سنة 2013. ومع كل تحديث لأنظمة التشغيل على موبايلاتنا كان في تطور للرموز والأشكال والمشاعر دي، وبدأت تدخل كمان الثقافات والأكلات على الخط. الاعتراف العالمي باللغة دي وصل لأنه في 2014 بقى فيه اليوم العالمي للإيموجي. كل سنة بيتم إطلاق أشكال ورموز جديدة، آخرها في 2020 تم إطلاق 117 رمز، وبكده بقى عندنا أكتر من 3000 إيموجي عالميا وموجودين على كل الهواتف وأنظمة التشغيل. وتخيلوا إنه آخر الإحصاءات أثبتت إن عدد الإيموجيز اللي بنستخدمها يوميا وصلت ل5 مليار إيموجي. ومع انتشار كل نمط سلوكي بقى مهم نعرف نقطتين. النقطة الأولى، إزاي نستخدم الإيموجيز بطريقة ما تخليناش نتفهم غلط. النقطة الثانية، هل فعلا استخدامنا للإيموجيز بيوصل مشاعرنا؟ في 2018 خرجت دراسة بتقول إن 78% من اللي بيستخدموا الإيموجيز هم في نطاق الأصدقاء، وكل ما اتجهت العلاقة لشكل رسمي أكتر قل استخدام الإيموجي. وإذا استبدلنا الكلام كله بإيموجيز فقط 87% من محتوى الرسالة بيروح وبيكون مبهم ومش مفهوم، وده بيؤكد على إن الكلام والإيموجيز الاثنين بيعززوا بعض. نيجي بقى لإجابة السؤال التاني، هل استخدامنا للإيموجي فعلا بيساعدنا إن احنا نوصل مشاعرنا؟ في 2017 بعد ذا إيموجي موفي بدأوا العلماء يدرسوا تأثير الإيموجيز على مشاعرنا الحقيقية، والصادم إنه في أوقات كتير استخدامنا للإيموجيز بيكون مضلل. يعني ممكن حد يبعت لك وش بيضحك سو من جوه مش طايقه، وممكن اوقات كتير يكون حد باعت لك وش متعصب قوي سو عايز يغلس عليك. عشان كده الدراسات الجديده ماشيه في اتجاه انهم يقدروا يقروا ملامح وشك ومنها يترجموا احساسك ويوصلوه لايموجي. يعني مش هتعرف تخبي بعد كده، او الاسهل تعصر على نفسك ليمونه.